السلام عليكم مشاهدين ومشاهدات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. غنبدا معكم الفيديو ديالي بالصلاه على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اليوم ان شاء الله نشارك معكم واحد الطاجين ديال الحوت الابيض اللي كيجي رائع. حبيت نشاركه معكم. عندي هنايا بطاطا دواور مقطعه رقيقه حيت ما كنسلقها ما والو. عندي هنا خيزو قطعته حتى هو رقيق. هانتوما عندي الفلفله حمراء وخضراء، وعندي واحد جوج حبات ديال المطيشه صغيره، واحد البصله، عندي هنا واحد الحامضه، عندي الربيع ومعدنوس هما، عندي واحد جوج فصوص ديال الثومه، عندي واحد الحبات مطيشه. هذه حتى الفوق نزين بها طاجين من الفوق. وعندي الحوت من طبيعه الحال ها هو اللي غسلته، كنت دايره في المجمد. هذا الحوت الابيض اللي كيجي رائع. المهم ان شاء الله ندوز معكم بالطريقه. بسم الله. غنشد هذا الربيع هذا غنديرو هنايا في المهراز. كلشي تبارك الله تيعرف، غير بالنسبه للمبتدئين، ونتمنى يعجبكم هذا الطاجين هذا اللي كيجي رائع. غندوز معكم العطريه. المهم بالنسبه للعطريه عندي معلقه ديال الفلفله حمراء او البابريكا، عندي معلقه ديال الملحه صغيره، المهم الملحه كتبقى على حسب الذوق. عندي واحد 4 معالق ديال الابزار صغيره، وعندي واحد نص معلقه ديال الخرقوم عرق، وعندي واحد معلقه ديال الهريسه صغيره كانت عندي في المجمد. دابا غندق هاد العطريه مزيان في المهراز، ما بغيتش ندير صداع في الفيديو، ونكمل معكم. عندي حامضه غنعصر النص والنص غنخليه للتزيين. المهم غندق هاد العطريه ونكمل معكم ان شاء الله. بعد ما دقيت هاد الشرموله ديالي غندير واحد نص معلقه ديال الكمون هانتوما، وغنخلط هاد الشرموله مزيان وغنكمل معكم ان شاء الله. المهم هذا هو الحوت ديالنا. بسم الله. كنشدوه نفلحوه بحال هكا، كنديرو فيه تفليحات. اللي بغى يقطعو طريفات يقطعو، انا فضلت ندير ليه بحال هذا الشكل هذا ونحطو في طاجين. تبارك الله راه كلشي كيعرف. نفلحو ليه هاد البيسه هادي. دابا ان شاء الله غندوز باش ندخل فيه هاد الشرموله. بسم الله. هاد التفليحات كنعمرو فيهم الشرموله. ضروري ما نديرو هاد العمليه هادي باش كيجي داك الحوت ديالنا فيه ديك الشرموله كتجي زوينه. هو الحوت هذا غير كيطيب تبارك الله، غير المهم كيجي شارب العطريه. هانتوما دابا غنغطيهم وغنحوزهم على جنب بيد ما وجدت الخضر ديالي. بالنسبه للطاجين اللي غنستعمل هو هذا. بسم الله. غنفرش فيه الدوائر ديال الجزر وخيزو. صدقوني هاد الطاجين راه كيجي رائع. هانتوما كنشدو هاد الدوائر هادو كلهم. دائما اي طاجين سواء ديال اللحم سواء ديال الدجاج سواء ديال الحوت، الجزر كيتفرش في الاول، ما كيتحرقش، ما كيعطيش الطاجين شي ريحه خايبه، كيجي زوين. خيزو كيجي زوين هو الاول، عمرنا نسبقوا شي حاجه اخرى. دابا هاد البصله اللي صغيره نقطعها حتى هي. هانتوما غنقطعها حتى هي على شكل طريفات. مكثروش البصله، غير بصله صغيره حيت الطاجين ديال الحوت داك الحوت كيطلق الماء، ما خصوش البصله، والبصله كتطلق الماء. هي بصله صغيره.
نتوما غنستفوا هاد الفلفله، غنستف غير النص ديالها والنص غنخليه تنزين به. هادي طريقتي في الطاجين، وصدقوني راه كيجي رائع. هاد الفلفله التحتانيه كتذوب، غنخليو شي وحدين للتزيين من هاد الحمراء وهاد الخضراء. دابا غنستف هاد المطيشه دوائر. الحوت كيبغي ديك التعسيله من التحت، ديك المطيشه كتعطي واحد لاصوص من التحت وكتعلك بالنسبه للحوت. هانتوما دابا غناخد شويه الملحه، بسم الله، شويه الملحه كنرشها على هاد البصله وخيزو وداكشي باش كيجيو شاربين طريه. وغنرش شويه ديال الابزار ضروري. هاد البطاطا غندوز ندير لها شرموله. هاد البطاطا غندير لها شرموله. هاد الشرموله اللي بقات ليا شاطت ليا في المهراز نديرها لهاد البطاطا. غنستف هاد البطاطا ديالي فوق هاد الفلفله والبصله. هانتوما المهم غنكمل تستاف. بعد ما ستفت هاد الطاجين بسم الله غنستف هاد الحوتات هادو فوق من الخضره. صدقوني هاد الحوت راه كيجي رائع. واحد الفكره، هاد الحوت هاد الطاجين ديال الحوت راه ما كنديرش انا الماء في اي طاجين، سواء ديال الخضره اولا ديال اللحم عفوا ولا ديال الدجاج، ما كنديرش لاصوص نهائيا. كنخليو غير ديك الخضره اللي درنا كتطلق الماء. دابا غنزين بهاد الدوائر ديال الفلفله. المهم التزيين تيبقى اختياري. صدقوني والله تيجي رائع وان شاء الله غيعجبكم. هانتوما بالنسبه لطروفات الحامض ما غاديش نزين بهم حتى يقرب يطيب لي الطاجين. هاد النص هذا عاد غنزين به وغندير هاد الحاره هنايا وغنضيف الطاجين ديالي يطيب. غندير عليه الزيت من طبيعه الحال، غندير تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت. هانتوما بسم الله هاد الزيت هذا كنوزعوه على الطاجين كله وما كنضيفوش الماء. هانتوما درت تقريبا واحد ربع كاس ديال الزيت. دابا غنضيف الطاجين ديالي يطيب. بعد ما يطيب ان شاء الله ونتلاقى معكم. المهم هذا هو الطاجين ديالنا. هانتوما كيفاش كيجي الشكل ديالو، كيجي رائع وكيجي عرفتي كيطيب وما درت فيه حتى نقطه الماء ما درتها فيه. هانتوما تبارك الله خضره طايبه كيجي غزال ما شاء الله. ونتمنى يعجبكم وشكرا لكم بزاف على التعليقات الزوينه وعلى التشجيع ديالكم. واللي عاد دخل عندي جديد ما ينساش يفعل الجرس فضلا وليس امرا. ونتمنى تشجعوني وما تنسوش لينا اللايك 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 اللايك. الله يجازيكم بخير باش ان شاء الله نزيد ونعطيو الجديد. وشكرا لكم ومع السلامه.